الفيلم ديالنا كيبدا مع واحد الجزار ديال الله يحسن العوان اللي سميتو فينسنت ومراته صوفي. وفي واحد النهار ملي كانوا في المحل ديالهم جات عندهم واحد الكليانه اللي سميتها كونيار باش تاخذ اللحم كالعاده. وخونا ما كانش في هذا العالم وكان جالس كيدير في الماساج لواحد اللحمه ومده طويله وهي واقفه ديك السيده كتسنى. عاد في الاخر جابها ليها وموراها كنشوفوا مرته بقات كتخاصم عليه وقالت لي باللي هاد الهبال ديالو هو اللي مخليهم ديما اللور وفكراتو باللي تابعينهم بزاف ديال الكريديات وما عندهمش منين يجيبوا باش يخلصوا. المهم خدنا كتبان فيها حاقده على الوضعيه. وملي كانوا داوين هجموا عليهم شي وحدين اللي مغطين وجههم وهرسوا لهم المحل ورونوا لهم كاع الدنيا تما. وهذا الشيء حيت هما نباتيين وكيحاربوا في كاع الجزاره ديال المدينه. وفاش بغاو يهربوا تبعهم فينسنت وشقام واحد خونا فيهم وحيد ليه الماسك، ولكن جاو صحابو وضربوا خونا وعاونوا صاحبهم وموراها هربوا كاملين. وفي نفس النهار صاحبنا هو ومراته كانوا معروضين عند ماركو ستيفاني. وكنشوفوا صوفي مشات الكوزينه مع ستيفاني باش تعاونها وتما بقات كتبكي وكتشكى عليها وقالت ليها باللي البنكه رفضت تعطيهم شي كريدي باش يفكوا الكريديات اللي عليهم. وفي الاول ستيفاني بدات كتواسي فيها ولكن من بعد بدات كتحشي ليها في الهضره غير من التحت. وبقات كتعاود ليها على راجلها واللي حتى هو جزار وقالت ليها باللي مكحله فلوس وما مخليها مخصوصه من والو. وموراها مشاو باش يتغداو وبداو داوين على البلان اللي طرا في المحل ديال صاحبنا ومرته. وهو يجيب ليه مارك واحد السلاح وعطاه ليه كادو باش يدافع بيه على راسو الا هجم عليه شي واحد في المستقبل. اللي كانوا راجعين في حالهم صوفي كانت حاقده ديال بصح وقلبها عامر بسبب داكشي اللي قالت ليها ستيفاني. وهي تخرج كلشي في خونا وطلبت منه الطلاق وقالت ليه باللي حياتهم ولات باسله وصافي هي عيات من هاد الحاله اللي هما عايشين فيها. ولكن صاحبنا قال ليها باللي كيبغيها وما غاديش يطلقها واخا ما عرفت شنو يطرا. وملي كانوا غاديين فينسنت شاف داك خونا اللي كان مع هادوك اللي هجموا عليه في المحل وهو يرجع بالطوموبيل ودخل فيه. وملي جاي يشوف لقى راسو قتلو وهو كان ناوي غير يلوحو من فوق البيكالا. وخونا ولا عنده التلج في ركابيه بكثره الخلعه وهو يقول لمرتو باللي غيصوني للبوليس وغيسلم راسو. ولكن مرتو منعته وقالت ليه تمالك غيضيع عمرك كامل في الحبس. وقالت ليه باللي عندها حل اخر واللي هو يشدو خونا ويقردو طرافي وموراه يلوحو كل طرف في قنت كيف ما كيديروا في الافلام. وداكشي اللي داروا هزو خونا وداو للمحل وما كاين غير فصله معلم. وخونا بقى الليل كامل وهو كيقرد وكيخشي في الميكات داكشي ديال العيد الكبير. وفي واحد اللحظه حس بالعيا وهو يخلي كل شيء في بلاصتو ودخل الناس. وملي فاق في النهار اللي موراه لقى مرتو حلات المحل وبدات كتبيع. وملي مشى باش يكمل التقراض تصدم حيت ما لقاش الكماله ديال الجثه. وهو يزيد يتصدم اكثر ملي جات عندهم الكليانه ديالهم وبغات تاخذ واحد كيلو اخر من اللحم اللي خدات في الصباح. وقالت ليهم باللي عجبها بزاف وعمرها في حياتها ما ذاقت بحالو هادشي علاش جات عندهم باش تزيد تاخذ منه. وفي ديك اللحظه خونا فهم باللي مرتو باعت ليها اللحم ديال بنادم في بلاصه اللحم العادي. وهو يبدا راخيها عليها وقال لها عرفتي هاد اللحم والله لا لقيتيه عند شي جزار تيشات اللحم راه بزز باش كنجيبوه من ايران وتماره كحله كنضربوا عليه. لا هادي كاينه وصراحه بالشهاده ديالنا. والسيد ضارب تماره وقاتل واحد وهزو وبيت الليل كله هو كيقرد فيه وتجي انت دابا تقول لي ما كضربش تماره والله ما كتحشم. المهم علينا نكملوا مع خونا اللي عطال ديك الكليانه اللحم ديال بنادم مره اخرى وهي تمشي فرحانه. وموراها بدا داوي هو وصوفي وكنعرفوا باللي خونا ما باغيش يبيع اللحم ديال بنادم. ولكن هي قالت ليه الا ما درناش هكا راه غيمشي لينا المحل. وخونا ما لقى ما يقول هو يحني الراس. ومع الوقت كنشوفوا باللي تحركات عندهم القضيه في المحل والمدينه كامله ولات كتجي تشري هاد اللحم من عندهم. وفي واحد النهار خونا خدا واحد الطرف من داك اللحم وطيبو باش يذوقو حيت كان باغي يعرفو كي داير. وملي ذاقو عجبوه هو يقول لمرتو باللي اللحم ديال الناس النباتيين بنين بزاف. وهي تجلس حداه واقترحت عليه يوليو يقلبوا على النباتيين ويقتلهم ويبيعوا اللحم ديالهم لعباد الله. ولكن خونا قال لها صافي بركه قتلنا مره وبعنا داكشي اللي قسم الله يجعل شي بركه. وفي النهار اللي موراه جات عندهم بنتهم كلوي هي وصاحبها لوكاس باش يتغداو معاهم. وفينسنت فرح بهم وبغى يقطع عليهم اللحم بيديه ولكن لوكاس قال ليه باللي هو نباتي وما كياكلش اللحم. وكلوي حتى هي ما بغاتش تاكل وقالت ليه باللي لوكاس قنعها انها تولي نباتيه. ومورا ما مشاو كنشوفوا فينسنت قال لمرتو باللي هي عندها الحق وهاد النباتيين غادي للذبيحه. وقال ليها باللي هو موافق على الاقتراح اللي عطاتو. وفي الليل ديال نفس النهار مشاو لواحد المطعم ديال النباتيين باش يقنيو شي ضحيه من تما. وملي كانوا جالسين شافوا واحد السرباي وهو يقول لها خونا هذا سمين تبارك الله الا قتلناه بحال قتلنا 3 دقه واحده. ومن بعد كنشوفوهم تابعينه في الزنقه حتى قرب يدخل لدارو وهو يهجم عليه صاحبنا. ولكن مع دار خونا وشاف فيه صاحبنا ركابيه فشلو وهو يضربها بجريه وموقف حتى الطوموبيل. ومرته
مراتو قالت ليه باللي خاصو يقصح قلبه يترجل شي شويه، وموراها مشاو داروا واحد الوقفه احتجاجيه كتعاطف مع الحيوانات اللي كيذبحوا الجزيره. وهما في الحقيقه كان الغرض ديالهم من هادشي كامل هما انهم يصيدوا شي ضحيه. كان عندهم واحد خونا نباتي وتضامن معهم ضد الجزيره وقال لهم باللي باغي يعاونهم باي حاجه سواء صغيره ولا كبيره. وهي تقول ليه صوفي تسنانا حتى الباركينغ ديال الطوموبيلات وديك الساعه غنقولوا لك باش غتعاوننا. والهبيل دارها بصح ومشى بقى كيتسنى فيهم. وخوتنا بداو غاديين عنده وهما ضامنين عشاهم ديال هاد الليله. ولكن المفاجاه هي ان خونا ما جاش غير بوحده وجاب معاه الكليكه ديالو كامله. وفينسنت حقد وهو يسولو على جاب مع هاد الناس كاملين. جاوبوا خونا باللي جابهم معاه حيت غيمشيو يهرسوا واحد المحل ديال تاك الزاريت وطلب منه هو ومراته يجيو معاهم. وهما في هاد اللحظه تلفوا ما لقاو ما يقولوا هما يوافقوا. واصلا كان خاصهم يوافقوا حيت كون قالوا لهم لا كانوا غيبانوا كذابه وديك الساعه غيجيبوها في طلوعهم. المهم مشاو معاهم وملي وصلوا لتما لقاو باللي المحل اللي غاديين باش يهرسوا هو المحل ديال ماركو ستيفاني. وهما يفرحوا بزاف حيت ما كيحملوش خونا هو ومرته كانوا كيهرسوا في المحل وهما مستمتعين بداكشي اللي كيديروا. وموراها كنشوفوهم جالسين كياكلوا في واحد المطعم وكيفكروا في شي خطه اللي يوليو يشدوا بها الضحايا ديالهم. وفي واحد اللحظه نوضوها بيناتهم وهادشي حيت صاحبنا ما عجبوهش الخطط ديال مراته هو ينوض ومشى وخلاها. وفي ديك اللحظه جا عندها واحد السربي وبغى يتقرب منها وتا هي شدات ليه الخاطر وبقاو داوين. وفي الاخر كنشوفوه غادي بها باش يوصلها لفين ساكنه. وملي وصلوا للدار خونا تجرح فمه وتا واحد فيكم ما يسولني كيفاش تجرح. المهم نتوما صفيو نيتكم شي شويه وراكم تعرفوا. وما علينا نكملوا مع اختنا واللي قالت ليه اجي دخل باش تغسل حالتك عاد سير. وداكشي اللي كان وخونا دخل يغسل. وصوفي خلاته وطلعت عند راجلها قالت ليه انا جبت لك واحد ضحيه تاع عندك يلا هبط تكلف به. ولكن هو ما بغاش وهي تقول ليه شي هضره اللي مريضه بالعاني باش هو يغير عليها ويهبط لخونا. وفي الاخر نجحت ليها الخطه اللي دارت وصاحبنا تعصب وهو يهبط لخونا وبقى كيخبط فيه حتى قتلو. ومن هنا كتبدا الرحله ديالهم في بيع لحوم البشر ولاو كيعزلوا في النباتيين بحال كيعزلوا في الغنم وكيصيدوهم وموراها كيديوهم للمحل باش يفصلوهم وعاد كيبيعوا اللحم ديالهم في الاخر. وكانوا كيبيعوا هاد اللحم بثمن اللي طالع بزاف وواخا هكا كلشي كان كيشري من عندهم وحياتهم تبدلات وخلصوا كاع الكريديات اللي عليهم. وفي واحد النهار كانوا معروضين عند ماركو ستيفاني وداو ليهم معاهم اللحم اللي كيبيعوا ديال بنادم وقالوا لهم باللي كيجيبوه من ايران. وفي واحد اللحظه ملي كانوا كياكلوا مارك حس بشي حاجه في فمو ملي لاح لقاها باللي جهاز ديال تنظيم نبضات القلب. وفينسنت دار بحال ما كاين والو قال لي تشواد ولاد الحرام اش كيبيعوا لي وسط اللحم. وخونا ما تاقش فيه وهو ينوض شنق عليه وبقاو مضاربين حتى لواحد اللقطه وهو يطير فينسنت لخونا طرف من ودنه وزاد وخلاه. ومورا مده كنشوفوهم مشاو لواحد المهرجان ديال النباتيين باش يصيدوا شي ضحيه من تما. وفي واحد اللحظه خونا شاف واحد الدري صغير مع ماما وهو يتشهى يذبحو ويذوق لحمه ولكن في الاخر بدا كيوعي في راسو. ومن بعد تلاقى مع بنته وصاحبها لوكاس واللي فرشو تما باللي هو جزار. وواحد خونا من هادوك اللي كانوا مشاو معاهم باش يهرسوا المحل ديال مارك كان تما وسمع كل شيء وهو يعرف باللي خوتنا جزاره وكانوا كيضحكوا عليهم. وخوتنا ملي كانوا راجعين للدار شافوا واحد ختنا وهما يحمروا فيها ومن بعد تبعوها وملي شدوها قتلوها وداوها للمحل باش يقردوها. وفي واحد اللحظه خونا سمع الدقان في الباب وملي مشى حل لقاه واحد الكليان ديالهم بوليسي واللي بدا كيسول فيه على حالات الاختفاء ديال النباتيين وقال ليه باللي الناس كيقولوا ان الجزار هما اللي كيقتلوهم باش ينتقموا منهم. ولكن صاحبنا قال ليه باللي هو ما فراسو والو بدا كيصدر فيه غير بالفن. وملي كانوا داوين خرج الكلب ديالو كان هاز الايد ديال ختنا وهو ملي شاف هذا المنظر وبكثره الخلعه ما بقى عرف واش يغوت ولا ينبح. ومن زهرو اللي كيهرس الحجر البوليسي كان قدامه الكلب ولكن هو ما جاب. وملي مشى داك البوليسي صاحبنا بقى جالس كيخمم وكان خايف انهم يحصلوا ولكن مرته بقات كتكالمي فيه وقالت ليه باللي مستحيل يحصلوا حيت ما كاين حتى دليل ضدهم. وفي النهار اللي موراه خونا قال للناس اللي كيشريو من عندهم باللي صافي ما بقاوش غيبيعوا داك النوع ديال اللحم وهادشي اللي خلى الناس ما يعجبهمش الحال وما بقاوش كيشريو من عندهم. ومرته بقات كتخاصم عليه وقالت ليه باللي هو غيخرج عليهم وغيرجعهم للفقر والكريديات عاوتاني. وخونا تعصب وهو يخرج من الحانوت باش يبدل ساعه بخرى وخدا الكلب ديالو ومشى يضرب شي دويره. وفي نفس الوقت كنشوفوا دوك النباتيين اللي عاقوا بهم جزاره هجموا على صوفي وضربوها ومورها كتفوها. وملي كان راجع صاحبنا فينسنت شاف الطوموبيل ديالهم قدام المحل ديالو وهو يعرف باللي مرته في خطر. دخل كيجري باش يعتقها وهو يقتل واحد جوج خوتنا منهم والاخر فيهم بقى مضارب معاه حتى لواحد اللحظه وهي تصيفط ليه صوفي واحد الحديده واللي جبدات ليه مخو من عينه. وفي
وفي الاخر كنشوفوهم تشدوا كنعرفوا باللي اللي ديكلارا بهم هو ماركو ستيفاني، وهادشي بسبب داكشي اللي وقع في النهار اللي عرضوا عليهم فيه. حتى لهنا كيسالي الفيلم ديالنا، ما تنساوش لايك وكومونتير وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. تهلاو ليا في راسكم، نتلاقاو في فيلم جديد ان شاء الله.